الاهلي يعلم الزمالك او يعلم على الزمالك ويعطيه درس قاسي في كرة القدم بمكسب 4 اهداف مقابل هدف للزمالك، وضاع من الاهلي غلة اهداف لا تعد ولا تحصى. وانباء عن رحيل اسوريو من تدريب نادي الزمالك، وانباء عن بيع نجوم نادي الزمالك، وخلاص الفريق هيتبني من على الطوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا محمود محسوب ودي قناتي على اليوتيوب. شرفنا بالاشتراك في القناه وادينا اللايك التمام للفيديو ونخش في الموضوع على طول. الغريب النهارده ان كان في ناس لسه بتشجع نادي الزمالك لحد 3-0، ولما الجون جه وبقت النتيجه 3-1 والاهلي جاب الرابع كان في ناس لسه بتشجع اللعيبه اللي في ارض الملعب دي. اللعيبه دي هي اللي خذلاك انت كجمهور، هي اللي مقصره معاك انت كجمهور، لان بغض النظر عن الاداره والمشاكل والكلام من ده كله، اللعيبه دي تقدر تعمل حاجه لنفسها وبنفسها، بس المشكله في الجمهور اللي بيشجعها وما زال يشجعها لحد دلوقتي. الجمهور ده بقى ماشي مع الزمالك او ماشي مع الكوره بمبدا ان هو يبقى واخده قد النخله ويقول مفيش حاجه داخله. إدارة نادي الزمالك النهارده أو أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك النهارده بعد الماتش في بوستاتهم على القناة بيشيدوا بإخوان كارلوس أوساريو، بيشيدوا بيه، مبسوطين جدا بالراجل وإن الراجل ده العالمي، الراجل كويس جدا وبيعرف يعمل روتيشن بين اللعيبة. الناس دي هي اللي فخمت الموضوع أكتر من اللازم وثبتت في دماغ الراجل ده إن هو بيب جوارديولا وبيلعب بمانشستر سيتي ويقدر يحط ده هنا وده هنا. يا راجل في حد يجيب أحمد زيزو من قدام يلعبه ديفندر، في حد يشيل فتوح من على الباك الشمال أو من على الوينج الشمال، بصفه عامه الراجل بيلعب في الحته دي كلها، يحطوا صانع العاب وديفندر. النهارده بتلعب بزيزو وفتوح ديفندرات، انا مش فاهم ازاي. امال مين اللي هيهاجم؟ شيكابالا اللي ما عادش قادر يجري ولا بمحمد طارق؟ مين اللي هيهاجم؟ ايه العك الكروي ده؟ انت صادفك النهارده ان لعيبه الاهلي مش موجوده، ديفندرات الاهلي الرئيسيه مش موجوده، لكن هم النهارده اشادوا بيه تاني بعد الماتش، واشادوا بان الراجل اعترف ان هو اللي اخطا، وان هو اخطا في الشوط الاول لان هو لعب في التشكيل يعني بدون ديفندرات، وان هو كان عاكك الخطه النهارده بالنسبه لنادي الزمالك وحاطط تشكيل او حاطط خطه من وحي خياله هو، وكانه بيلاعب فريق في متوسط جدول الدوري، كانه بيلاعب المقاولين. الراجل لسه ما يعرفش الاهلي. اعتقد بعد النتيجه دي انت عرفت الاهلي كويس. تعالى بقى لما اكلمك كوره النهارده اللعيبه مين المفروض الفريق النهارده اللي موجود عنده الحماس وعنده الجرينتا وعنده الروح ان هو النهارده لازم يكسب عشان يقدم حاجه لجمهوره. بالنسبه للعيبه الاهلي خدت الدوري بعد بيراميدز ما اتغلب من سيراميكا كليوباترا. لعيبه الاهلي خلاص ما عادش عندها حاجه، واخد 2 سوبر مصري، واخد كاس مصر، واخد دوري ابطال افريقيا، واخد الدوري من قبل ما يبدا الماتش، فما عندوش الرغبه، يعني يعني فقد الشغف. عارف انت لما تبقى فاقد الشغف، ما عندوش الرغبه وما عندوش الجرينتا ان هو يعمل حاجه. انا بقول لك النهارده انا كنت خايف من نادي الزمالك، انا بخاف من نادي الزمالك لما بيكون الاهلي كويس ولما بيكون الزمالك وحش، لكن لما بيكون الاهلي كويس وخد الدوري او خد الماتش اللي هو كان فيصل، انا ممكن لو كسبت النهارده اتوج على حسابك، فكنت قلقان اكتر ان الزمالك يقدر يعمل حاجه النهارده وينكد على الاهلي الاحتفاليه. لكن النهارده لعيبه الزمالك ما عندهاش دم، بجد ما عندهاش دم، ما عندهاش احساس بالجمهور، ما عندهاش ان هي تقدر تشيل الماتش لوحدها، بغض النظر عن الاداره، بغض النظر عن الخطه. هو ايه الصعب؟ انت اول مره تلعب الاهلي، اعتقد ان في لعيبه في ارض الملعب لعبت الاهلي اكتر من مره. مفيش حاجه صعبه في انك انت تقدر تنزل قدام الاهلي وتعمل اللي عليك. خد بالك، تعمل اللي عليك ملوش دعوه بالسكور، ممكن تتغلب وتعمل اللي عليك، ممكن تكسب وتبقى عملت اللي عليك، وممكن ما تعملش اللي عليك وتكسب بس عشان التاني ما عملش اللي عليه برضه. ففين اللعيبه؟ فين الدم؟ فين الاحساس؟ فين الاحساس بالجمهور اللي طافح الدم معاك طول الموسم وطالع في الاخر صفر؟ انت فين من الموضوع ده كله؟ انت فين؟ انت عايز تبقى ايه؟ مفيش، صفر. بس الغريب ان لعيبه الزمالك لسه بتنزل تلعب قدام الاهلي الماتشات في الديربي وهي مرعوشه، خايفه من الاهلي، فعلا مرعوشه ومش قادره تقف على رجلها. شفنا في الشوط الاول النهارده الزمالك ما كانش موجود، بغض النظر عن بتلعب بدفندرات، بتلعب من غير مش عارف ايه، كل ده سيبك منه. اللعيبه مش قادره تقف على رجلها، مش قادره تقف على رجلها، خايفه من مواجهه الاهلي. حتى لو الاهلي كان ناقصه السنه اللي فاتت، الاهلي كسب 5 تقريبا وكان غايب عنده حوالي 4 أو 5 لعيبه من الاساسيين. السنه دي الاهلي كسب 3 في الدور الاول، السنه دي الاهلي كسب 4 في الدور الثاني، وغايب معاه حمدي فتحي الراجل اللي مشي بقاله ماتشين، والنهارده مروان عطيه الصبح. فين بقى انت من ده كله؟ محمود متولي غايب مع يعني في، واكرم توفيق، في حاجات كتير تدي لك انت الفرصه انك انت اللي تكسب، بس انت للاسف بتاخد ده كله وبتحطه على طبق من ذهب كده وبتقول لاهلي خد. وكده كده يا صديقي العزيز هيطلع علينا معالي الموسيقار، الراجل الموسيقار العالمي، سبب الخراب في نادي الزمالك والصفقه الاهم بالنسبه للاهلي
في نادي الزمالك. يعني وجود مرتضى منصور في نادي الزمالك هو العامل رقم 1 و2 و3 و4 و5 بنجاح النادي الاهلي. ليه؟ لان هو بيهد في استقرار نادي الزمالك، ما يفرقش معاه ان الزمالك يكسب، ولما الزمالك يكسب بينسب الفضل لنفسه. فكده كده الراجل ده مش فارق معاه، وما يحبش الحدث يبقى اعلى منه، لازم هو يعلي عن الحدث. هيطلع النهارده بالليل ويعني ويردح في وسط الردح الشهيره بتاعته، وهيقول الدوله عايزه مننا ايه تاني؟ اديكوا هديتوا استقرار النادي، عاملين لي قرار عزل قبل ماتش الاهلي والزمالك، مع ان قرار العزل ده من يعني اعتقد تقريبا من شهر، وهو بيقاوح وهو اللي عامل الطعن، والرد على الطعن جه قبل الماتش مثلا بكام يوم. ومش عارف، والاهلي دمرنا وخد امام عاشور وزعزعته استقرار النادي، وطول ما جمهور الاهلي هو اللي بينام مبسوط ومش عارف ايه الدوله بترتاح والكلام من ده كله. واهم حاجه الجمله الاخيره، رجع الساعات يا خطيب. لا يعني خطيب ما رجعش الساعات، حضرتك حالك مش هينصلح. انسان مريض، عالم عايشين في العالم الموازي، اقسم بالله بيتعاطوا حاجه الواحد لحد دلوقتي لسه ما لقاهاش. فوز الاهلي ومباراه النهارده كفيله ان هي تخلي امام عاشور يطلع ويعلن بنفسه انتمائه وانضمامه للنادي الاهلي وهو ضميره مرتاح. عمي كولر، عمي مارسيل كولر، اقسم بالله يا جدعان الراجل ده مش واخد حقه كفايه معانا كجمهور النادي الاهلي، او مش واخد حقه كفايه في الاعلام. انا اعرف ناس ممكن تعمل مقام او عملت مقام من ذهب لمدير فني لعب معاهم وخد معاهم 2 دوري، 2 دوري وكاس. الراجل ده اتعمل له مقام، والراجل ده بيتحلف بيه لحد النهارده، ولقب باعظم الالقاب اللي لقب بيها يعني اعظم مدربين في التاريخ. انت متخيل ان في موسم واحد مدير فني جاي لسه ماسك النادي ده في شهر 10، يعني تقريبا بقاله معانا حوالي 9 شهور، 9 شهور 10 شهور بالظبط بالظبط بالظبط، واخد 2 سوبر، واخد بطولة دوري أبطال أفريقيا، واخد كأس مصر، خلص الدوري، فنش الدوري، واخد 5 بطولات في 10 شهور، واخد العلامة الكاملة فول مارك. الراجل ده قابل الزمالك 3 مرات في يعتبر من بداية ما جه. أول ماتش في السوبر كسبهم 2-0 في الإمارات، تاني ماتش هم انسحبوا من السوبر المصري وراح لعب مكانهم بيراميدز هناك، تالت مرة في الدوري كسبهم 3-0، ده الدور الأول. واخر مره هي المره دي، وهي رابع مره في الدور الثاني من الدوري، والاهلي كان واخد الدوري قبل الماتش وكسبهم 4-1. مدرب سويسري منظم كما ينبغي وكما هو مطلوب، مدرب مفيش ولا كلمه عليه. الحمد لله اولا واخيرا، متعه النهارده وحلاوه وجمال من كولر كالعاده، ونهينا الموسم بشكل افضل او بافضل شكل وافضل حال، فزنا بكل حاجه وكسرنا اهم حاجه، انك انت بغض النظر عن فوزك انت كاسر عين غريمك التقليدي، بغض النظر عن الظروف اللي هو بيمر بيها والظروف اللي انت بتمر بيها. الاهلي بيمر بظروف بغياب لعيبه والكلام من ده، ومع ذلك مفيش حجج. حتى لو الاهلي خسر ما بيتحججش ان هو كان عنده مشكله او ان هو كان عنده حاجه. صحيح الاهلي ضيع النهارده فوز كبير جدا جدا جدا، بس خلي بالك ان كولر عنده اهم 2 في المنظومه النهارده ما كانوش موجودين، وهم حمدي فتحي ومروان عطيه. لان بالنسبه لكولر بيبني طريقه اللعب بتاعته على الاثنين ديفندرات دول، والاثنين ديفندرات دول بيعرفوا، الواحد زي حمدي فتحي ومروان عطيه. حمدي فتحي كان بيسقط لقدام وكان بيجيب معاك اجوان، ويغطي مروان عطيه وكان بيقوم بالاخضر واليابس، وكان بيقوم باهم يعني باهم ترس في المنظومه بتاعه الاهلي. والعكس الاثنين في الهجمه المرتده علينا كانوا بيعملوا شغل عالمي وبيقدروا يستخلصوا الكوره، مجهود بدني. بس النهارده ديانج ومحمد فخري مفيش حكم عليه، ديانج النهارده قام بالدور ده كما هو يجب ان يكون مطلوب. وقفشه النهارده كان مستواه كويس جدا، قفشه حسينا النهارده ان هو ايه يعني شامم نفسه، بيلعب باريحيه، بيلعب مرتاح. ده قفشه اللي مطلوب يكون موجود. الكوره النهارده عنده التوفيق في الكوره اللي جت في العارضه النهارده. برده ما تقساش على لعيبه الاهلي قوي، كولر لعب الماتش ده كده وهو اللعيبه دي غايبه معاه، بلس ان اللاعب المصري لعيب مريوح بطبيعته. يعني لعيب لما بيضمن المكسب لازم يبقى متحنيك في الكوره، لازم ما عندوش ثقافه ان هو يقدر يدوس ويكمل ويدوس على المنافس ويعمل معاه سكور ما بيتعملش. انا مدرك ان الناس، انا واحد من الناس وفي ناس تانية زعلانه بالنتيجه وكانوا عايزين سكور اكتر بكتير من السكور ده، بس لازم تحجم احلامك شويه لما يكون اللعيبه اللي معاك الكواليتي المصري اللي موجود، وده اخرهم، يعني ده اخر كواليتي تقدر تجيبه من اللعيب المصري. والحمد لله ان الكواليتي ده بالشكل ده موجود في لعيبه الاهلي. في النهاية الأهلي خلص الموسم بالعلامة الكاملة، والزمالك وموسم صفري وشايل 7 بس من الأهلي، دور أول ودور تاني، في انتظار الصياح والنواح اللي هيطلع بعد الفضيحة.
بس كده يا صديقي العزيز، دي كانت حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه اشترك معانا في القناه واضغط اللايك التمام، وخلي الكوره ليك. سلام.